في هذا الوقت اللي حنا فيه دابا الصناعه ديال السيارات الكهربائيه كتعرف تحولات كبيره، خصوصا في المجال ديال البطاريات وانظمه الشحن وحتى التحكم الذكي. المغرب حاليا وبسبب الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعيه اللي عنده ولا في قلب هذا التحول التكنولوجي، ودخل بقوه في الساحه العالميه في هذا المجال، ولا مركز رئيسي كيجذب اقوى الدول بحال الصين واوروبا والولايات المتحده الامريكيه. المغرب اللي كتعتبر اليوم اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، وقدر يولي ساحه حرب تجاريه كيتقاتلوا عليه اغلب الدول باش يحتلوا الصداره في الصنع ديال السيارات الكهربائيه، واكيد هذا الشيء بسبب خطه دبلوماسيه متقونه. فكيفاش المغرب قدر يولي عنده هذا الدور كامل؟ واش غادي يكون جسر حقيقي ما بين الشرق والغرب في هذا الصراع العالمي على صناعه السيارات الكهربائيه؟ وشنو هي التحديات اللي تقدر تواجهه في هذا الصراع؟ اليوم غادي نكتشفوا كاع التفاصيل على هذا الموضوع. ولا كنتي اول مره تشاهد الفيديو ما تنساش تشارك في القناه وفعل جرس التنبيهات باش يوصلك اي جديد حطيناه. ونبداو على بركه الله، ومرحبا بكم في قناه المستقل. في هذه السنين الاخيره المغرب ولا نقطة محورية في صناعة السيارات الكهربائية في العالم، وهذا النوع من الصناعات كيعرف واحد التطور كبير حاليا، وهذا الشيء خلى المغرب يولي واحد المركز رئيسي كيتنافسوا عليه اعظم الدول في هذا المجال، واللي خلى هاد الدول كاملين يركزوا على المغرب. الموقع الجغرافي ديالو اللي كتعتبر بوابة كتربط ما بين الشرق والغرب وكتطلع على امريكا اللاتينيه، والمغرب في هذه الحاله ولا محطه اهتمام بين الدول اللي كتحاول تكون هي اللي حاكماها في هذا المجال، واستافد من الموقع الاستراتيجي ديالو ولا وجهه ديال الاستثمارات الكبيره في هذا القطاع. ومن بين العوامل الرئيسيه اللي خلات المغرب يكون عنده اهميه كبيره في هذا المجال هي الموارد الطبيعيه. كنهضروا على اكبر مورد كيخلي المغرب في المرتبه الاولى عالميا. واش عرفتوا شنو هو هذا المورد؟ هو هذاك الفوسفات اللي كيمثل 72% من الاحتياط العالمي، وكيتعتبر ماده اساسيه في الصناعه ديال البطاريات الخاصه بالسيارات الكهربائيه، خصوصا البطاريات اللي كتعتمد على فوسفات حديد الليثيوم اللي كتكون رخص وحسن من ناحيه ديال الامان. هادشي كيعني ان المغرب عنده فرصه باش يكون في السلسله العالميه ديال توريد بطاريات السيارات الكهربائيه، وبها غادي يقدر يعزز المكانه ديالو في هذه الصناعه المتطوره. وما ننساوش البنيه التحتيه اللي كتوفر عليها المغرب بحال الموانئ العالميه اللي كاين في طنجه والدار البيضاء، لوتوروت، وبزاف ديال شبكات النقل المتطوره، وهذا الشيء كيسهل وكيجذب دول العالم تستثمر فيه في بزاف ديال القطاعات، خاصه هذه الصناعه المستقبليه. ومن النقاط القويه اللي شعلت المنافسه في هذه الصناعه في المغرب كنلقاو الشراكات الصينيه. ففي يونيو 2023 وقع المغرب اتفاقيه شراكه مع شركه غوتشين هايتك الصينيه باش يتبنى مصنع كبير ديال صناعه بطاريات السيارات الكهربائيه في مدينه القنيطره. هذه الشراكه اللي تقدرات القيمه ديالها ب 6.4 مليار دولار كاكبر المشاريع الصناعيه في القاره الافريقيه. وهذا المصنع اللي غادي يتبنى غادي يكون كاكبر مصنع ديال هذا النوع من البطاريات في العالم. كنهضروا على الصناعه المستقبليه في السيارات الكهربائيه، خلينا من المازوت وليسانس، كنهضر لك على مستقبل كامل كيمشي بالضبط. وبما ان المغرب عنده هذه المؤهلات كامله قدر يدخل في هذه الصناعه ويعوم في البحر ديالها. وبالرغم من هذه الفرص كبيره والموارد اللي عند المغرب غادي يواجه تحديات كبيره في العلاقات ديالو لا مع الصين ولا مع الولايات المتحده الامريكيه، وهاد جوج دول بالضبط بيناتهم حرب تجاريه ما كتساليش وعمرها غادا تسالي، والمغرب بيناتهم هو الساحه ديال الحرب، هو التيران اللي غادي تلعب فيه الماتش التجاري في المستقبل. الصين والامريكان ما كيتحاملوش نهائيا وبيناتهم توترات تجاريه عالميه، خاصه في الرسوم الجمركيه اللي كنسميوها حنايا الديوانه اللي كتفرضها الدول الغربيه وامريكا على السيارات الكهربائيه الصينيه اللي كتلقى اقبال كبير في الاسواق ديالو. وهنا المغرب خصو يحافظ على العلاقه ديالو مع الغرب ومع الولايات المتحده الامريكيه ويكسب الثقه ديال الصين اللي كتعتبر حاليا من الدول العظمى، خاصه وان الرئيس الصيني دار زياره رسميه مؤخرا للمغرب، وهذه الزياره كانوا فيها اتفاقيات على مشاريع كبيره بين المغرب والصين ابتداء من البدايه ديال هذا العام. ومن بين هذه المشاريع اللي اتفقوا عليه كنلقاو الاستثمار في البنيه التحتيه والسكك الحديديه. اما الاتفاقيه اللي مهمه هي المشروع ديال مصنع بطاريات السيارات الكهربائيه اللي غادي تبدا الخدمه فيه في النص ديال 2026. المرحله الاولى غادي يكون انتاج ديال 20 جيجا واط في الساعه في العام، وهذه الكميه ديال الطاقه غادي تكون كافيه للالاف ديال السيارات سنويا، وغادي توسع في المستقبل باش توصل ل 100 جيجا واط في الساعه سنويا. وهنا راه كنهضروا على الملايين ديال البطاريات. كاين بزاف ديال المغاربه غادي يقولوا اشنو غادي نستافدوا اخويا المستقل
من هذا الشيء كامل. المشروع غادي يوفر الالاف ديال الفرص ديال الخدمه، وغادي يستهدف اليد العامله المغربيه والكفاءات اللي عندنا، خاصه الناس اللي عندهم شواهد ودبلومات في المجال. هذا الاستثمار غادي يخلي بزاف ديال الدول تشجع تستثمر في المغرب. وملي كنهضروا على الاستثمارات في البلاد كنهضروا على فرص كثيره غادي تكون مستقبل. اما الاقتصاد ديال المغرب فراه غادي يتعزز بالصادرات ديال هذه الصناعه الحديثه اللي غتكون في المستقبل. المغرب قدامه فرصه كبيره باش يبرز راسو في هذه الصناعه العالميه، وهذا الشيء بفضل الموقع ديالو والموارد الطبيعيه اللي عنده. وباش ينجح خاص خطه قويه ودبلوماسيه تكون متقون باش يقدر يوازن ما بين الشرق والغرب والولايات المتحده الامريكيه. والسؤال اللي كيطرح راسو، واش المغرب قادر يكسب الصين والولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه في نفس الوقت؟ جاوبوني في التعاليق.